اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده طلب مني ميلك تشيكي فراوله. تعالى كده معلمكم بيتعمل ازاي. اول حاجه جبنا الخلاط بتاعتنا وحطينا كده 3 بولات من ايس كريم الفانيليا، وبعد كده حطينا يعني نص كوبايه عصير فراوله، لو في فراوله معصوره ماشي، او فراوله سليمه ماشي تمام. احنا ما حطيناش سكر لان هو كده كده هيبقى مسكر. بعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا وهنجرنشه كده بصوص الفراوله. تمام قوي كده. بعد كده بقى هنقوم جايبين شويه عصير فراوله صغيرين وحاطينهم كده في الكوبايه. بعد ما خلصنا الميلك تشيك فراوله زي ما انتم شايفين نازل تقيل اهو، حاجه كده عظمه قوي قوي. طبعا كل الاطفال بيطلبوه مني وكل الناس بتحبه في الكافيه. تمام، زي ما انتم شايفين اهو نازل تقيل اهو. اهم حاجه ان هو يكون تقيل علشان يدينا الفليفر والنكهه القويه اللي احنا بنحبها. طبعا هيدينا طعم الفراوله الاصلي، يعني ايس كريم فانيليا مع شربات فراوله مع عصير الفراوله في منه قطع او العصير نفسه. طبعا هيبقى الطعم قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. بس خلاص.